ان انت عشان تعمل فنجان قهوه بيرفكت ويكون وشه حلو وفي نفس الوقت القوام بتاعه حلو وريحته حلوه وطعمه حلو ونسبه الكافيين عاليه فيه، المعادله صعبه بس تعالوا نحلها مع بعضينا ونعمل لكم فنجان قهوه بيرفكت بجد وما فيهوش غلطه، وكفايه ريحته وكفايه طعمه والوش بتاعه. احنا طبعا هنحتاج عشان الوش ايه؟ هنحتاج الاندونيسي والفيتنامي والهند روبستا عشان ايه؟ القوام بتاع القهوه. التوليفه ديت كانت فيتنامي واندونيسي وهند روبستا، هناخد منها معلقه. وعايزين دلوقتي بقى ايه يا جدعان؟ عايزين الريحه بتاع القهوه ديت النفاذه ديت اللي بتخلي الواحد يحس ان هو عايز يشرب قهوه كل شويه. هناخدها من الحبشي وهناخد نص معلقه من البن الحبشي، وبعدين هناخد نص معلقه من البن البرازيلي السانتوس عشان يظبط الكريمه بتاع القهوه وفي نفس الوقت يعلي كوست الشباب بتاع الطعم والريحه. المهم ان احنا كده خدنا ايه؟ معلقتين من البن بتوعنا. احنا محتاجين بقى نسوي القهوه دي كويس. هنسويها ازاي؟ نحط التلج. طالما جبنا سيره التسويه يبقى احنا محتاجين تلج. التلج هيعمل حاله تشبع بين الميه والبن، وفي نفس الوقت كده ايه؟ هتزيد شويه في النار وهتقعد كتير على النار، ففي نفس الوقت هتستوي كويس ويحصل حاله التشبع ويحصل انسجام بين البن والميه، فبالتالي القهوه هتطلع كريمي جدا ومستويه واخده حقها في كل حاجه. المهم ان فنجان القهوه بجد يا جدعان رج طبعا. بص يا صاحبي، طول ما هي قهوتك عك براحتك، رج كويس جدا او قلبها كويس بالمعلقه. حط اي صاجه على النار وبدا ايه؟ قلب او كده. اول ما التلج يبدا يسيح قلب قهوتك يا زميلي وابدا نزلها. بجد كب دوب. انا من كتر جمالها انا شربت القهوه دي الساعه 2 بالليل، فمن كتر جمالها انا ما قدرتش ارميها. انا عاده لما بعمل قهوه بالليل برميها، بعملها لكم فيديو كده وبعدين برميها. انا من كتر جمال فنجان القهوه ده انا كملته للاخر. وما تنساش لو انت مش متابعني فانا على فوده بقدم محتوى على القهوه، فما تنساش الفولو واللايك.